تعالوا نسمع مع بعض طبقين البليله دول بيقولوا ايه. هيكون احسن نادي في افريقيا. عندك النادي الاهلي بطل دوري الابطال، وعندك الزمالك بطل الكونفدراليه وبطل السوبر الافريقي. حلو قوي. خلاص انت جاوبت. لا انا ماليش دعوه مين بقى، ما هو في الاخر مين. ما فرقه تاني نمشي واحده واحده اهي. فرقه واخده بطولتين وفرقه واخده بطوله واحده. تاخد اللي واخده بطوله ولا هتاخد اللي واخده بطولتين؟ بس اللي واخده بطوله واخده الاقوى، البطوله الاقوى. ما فيش حاجه اسمها والنبي يا كابتن انا بقول لك كده والله. والنبي يا كابتن ما فيش حاجه اسمها الاقوى والاضعف في الكلام ده كله. دي بطوله ودي بطوله. ايوه بس ماشي؟ اقوى. دي مؤهله كاس عالم الانديه وفلوس اكتر. دي بطوله. هو ثواني بس، لما جينا نحسب نادي القرن والسبعه اكبر من التسعه ماشي. احنا هتبقى الواحد اكبر من الاثنين. يعني فرقه واخده بطولتين. يعني انت بتعمل 7 اكتر من واحد اكتر من الاثنين. هي بالراحه بس. هي بالمنطق. لو يعني النهارده بس لو الزمالك واخد دوري الابطال والاهلي واخد الكونفدراليه والسوبر الافريقي، الاهلي من حقه ان هو ياخد افضل نادي في افريقيا. انا بص هتفق معاك. هترجع لي بقى من 30 سنه زي ما حصل في نادي القرن، ان التسعه انهي الاكبر، السبعه اكبر من التسعه، يبقى انت هتعملها لي دلوقتي بعد 30 سنه. يبقى الواحد اكتر من الاثنين بالظبط. والاثنين قاعدين عاملين دماغ